السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. قبل ما نتكلموا على الدجاج وعلى شنو اللي عطيتهم اليوم، غنقول لكم واحد الفائدة تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة. احنا الليلة ليلة الجمعة. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والصراحة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها الفرج وفيها السعادة في الدارين. نمر الآن الموضوع اللي كنتكلم عليه دائما، وهو أنني اليوم عطيت الدجاج، عطيتهم الحوت مخلط مع الخبز. الخبز كنت دايره في الماء ومع شوية ديال القرفة. الحوت مهم لأنه مصدر بروتيني ويمنحهم الطاقة، خصوصا الدجاجة باش تبيض، والقرفة أيضا كتفتح لهم الشهية وهي جيدة للجهاز التنفسي. وما تنسوش واحد الحاجة: أي شيء تجو تعطوه للدجاج قولوا بسم الله، باش الله سبحانه وتعالى يبارك في هذيك الماكلة وتنفعهم، ويكون الكثرة ويكون البركة. والله سبحانه وتعالى كيبارك في أي شيء كيبدأ الإنسان بكلمة بسم الله. كنتمنى نكون فدتكم بهذا المقطع القصير، وجزاكم الله عني خيرا، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.